هذا الباد يجي بتقنية البيبر مات. هاي التقنية ما راح تشوف بيها أي انعكاس موجود على سطح الشاشة، عكس البادات. إذا جينا نقارنها وبادات ثانية راح نشوف كمية الانعكاس اللي طالع على سطح الشاشة، وهذا الشيء للمستخدم راح يكون مزعج. ووي قلم هواوي الإصدار الثالث اللي راح يجيك هدية مع الكيبورد ويا الجهاز راح ينطيك تجربة استخدام رهيبة صراحة. حجم الشاشة راح يكون 11.5 إنش، ونوع الشاشة راح يكون TFT LCD اللي راح ينطيك سطوع لحد ال 500 شمعة. والشيء أكيد راح يجي نظام الهارموني OS، وراح يجي المعالج من كيرن 9000. بطارية الجهاز راح تكون 8700 ملي أمبير، وراح يجي وياه شاحن بقدرة 10 واط. وبالنسبة للذاكرة راح تجي 256، وراح يجي وياه رام 8 جيجا. فعليا هذا الجهاز راح ينطيك تجربة مثالية بالاستخدام للطلاب والرسامين، وأيضا باستخدام الألعاب. مواصفات قوية بهذا الجهاز، والسعر راح تلقونه أسفل الفيديو. سلام.